واحد من أخطر الإرهابيين في مصر برغم سنه الصغير، اعترف بأنه خطط لعملية اغتيال السادات وما ندمش على فعلته دي. بعد وفاته خرجت تيارات إسلامية كتير باسمه في باكستان وإيران وكانت مؤمنة بعقيدته. قصتنا النهاردة مع خالد الإسلامبولي، قائد عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات. ولكن قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناتكم قناة حكاية وطن، وكمان فعلوا زر الجرس وتابعونا على الفيسبوك والإنستجرام. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. اتولد الإسلامبولي في يناير سنة 1958 في محافظة المنيا. اتربى في أسرة ميسورة الحال، والده كان مستشار قانوني كبير في الستينيات. اتخرج الإسلامبولي من الكلية الحربية واشتغل في الجيش برتبة ملازم أول. تفاصيل حياة الإسلامبولي ما كانتش كتيرة لأن أغلب حياته كانت بين البيت والمدرسة، وبعد تخرجه من الحربية كان وجوده على طول جوه الجيش، وكان من الأشخاص الملتزمين بعقيدة الجيش، وده كان عكس أسرته شوية لأن والده انضم للجماعات الإسلامية بعد أحداث المنشية سنة 1962 والقبض على قادة الإخوان المسلمين وإعدامهم بشكل قاسي، والكلام ده تم في محاكم مشكوك في ذمتها القضائية. أخوه الكبير كمان انضم للجماعات الإسلامية، بالتحديد جماعة الجهاد الإسلامية المصرية، وكانت الجماعات دي نشطة جدا في عهد الرئيس السادات. بعد حرب أكتوبر كانت مصر بتفكر في السلام مع إسرائيل، وده اللي حصل فعلا لما زار السادات إسرائيل سنة 1977، ووقتها عمل معاهم معاهدة السلام. في الوقت ده كانت مصر والوطن العربي كله بيغلي بسبب الاتفاقية دي، وكانت الجماعات الإسلامية المتطرفة من أكثر المعارضين لسياسات النظام والمعاهدة. وفي وقت ما كانت الأوضاع بتغلي كان الإسلامبولي بيدور على شقة يتجوز فيها، وكان طلب مساعدة أخوه محمد الإسلامبولي. محمد كلم واحد من الجماعة اسمه محمد عبد السلام فرج، وده علشان يساعد خالد يلاقي شقة. ولما الإسلامبولي قابل عبد السلام فرج ما كانتش مجرد مقابلة، لأن العلاقة بينهم اتطورت وزادت المقابلات بشكل كبير، واتغير معاه تفكير خالد وبقى أقرب للتطرف والجهاد، وده كان باين عليه جدا. ولاحظ ده المخابرات المصرية، ووقتها استدعت خالد للتحقيق، ولكن خالد أنكر كل التهم اللي كانت متوجهة له، واتقفل التحقيق بتوصية من الضابط اللي حقق معاه بأنه ما ينفعش يحضر أي عرض من العروض العسكرية، خصوصا احتفالات أكتوبر اللي بيحضر فيها الرئيس. بعدها بفترة مش كبيرة حصلت مظاهرات في مصر من بعض القادة في تيارات المعارضة، ومنهم التيارات الإسلامية وبعض الكتاب والمثقفين. وقتها قبضت الشرطة عليهم واتحطوا كلهم في السجن، وكان من ضمنهم محمد الإسلامبولي أخو خالد، والخطوة دي كانت المسمار الأخير في نعش السادات. بعدها بدأت جماعة الجهاد الإسلامية يتجمعوا في المسجد السري ويخططوا علشان يقتلوا السادات، وكانت العناصر الأساسية في التخطيط ده محمد عبد السلام فرج وعبود الزمر وأيمن الظواهري ونبيل نعيم. اتفقوا إن العملية تتم في شهر سبتمبر سنة 1981، وكان الاتفاق إن هم يقتلوه وهو بيزور المنصورة علشان يفتح مصنع السماد، وكانوا هيقتلوه عن طريق إنهم هيفجروا الموكب بتاعه. ولكن فشلت العملية لأن السادات جه عن طريق الطيارة الهليكوبتر. وفي يوم 20 سبتمبر كان أعضاء الجماعة في المسجد السري، ووقتها جه خالد الإسلامبولي، وفي وسط الكلام قال لهم إنه هيكون من ضمن الضباط اللي هتشارك في العرض العسكري يوم 6 أكتوبر، ودي كانت فرصة ذهبية للجماعة علشان يقتلوا الرئيس. وفي يوم 28 سبتمبر جهزوا الذخيرة، وكانت عبارة عن طلقات رصاص وقنابل، والذخيرة دي كانت بتتسرق من الجيش، وكانت الجماعة عاوزة تبدل الجنود اللي هيكونوا موجودين مع خالد في العرض بجنود من الجماعة علشان يساعدوه في العملية. فقام خالد عطى الجنود اللي هيكونوا معاه أجازات، وعطى أفراد الجماعة تصاريح دخول العرض. وبعد كل ده كان فاضل مشكلة واحدة، وهي إبر ضرب النار، وطبعا دي ما كانش مصرح الدخول بيها في العروض العسكرية، ولكن الإسلامبولي قدر يوصل للإبر عن طريق ضابط في الجيش اسمه ممدوح أبو جبل. جات ساعة الصفر وهو يوم العرض، ودخل خالد بالذخيرة لأنه كان من الضباط اللي مش بيخضعوا للتفتيش، ودخل معاه رجالة الجماعة، وكانوا 4: عبود الزمر وحسين عباس وعطا طائل وعبد الحميد عبد السلام، واللي بالمناسبة كانوا جنود في الجيش وكمان من أبطال حرب أكتوبر. وقعدوا كلهم مع خالد في الخيمة، ووقت العرض ركبوا العربية، ولما قربت العربية من المكان اللي موجود فيه الرئيس طلب الإسلامبولي من السواق يوقف العربية، ولكن السواق رفض. وبعد جدال طويل مع السواق رفع الإسلامبولي فرامل اليد وطلع سلاحه وهدد السواق، ولما السواق لقى الوضع كده فتح الباب وهرب. بعدها نزل الإسلامبولي وأفراد الجماعة من العربية إلا حسين عباس اللي كان مسؤول عن القناصة، وكان موجود فوق العربية. وقتها حدد مكان وجود الرئيس السادات بالظبط، ووجه السلاح ناحيته وضرب رصاصة سكنت في رقبة الرئيس.
بعد كده أفراد الجماعة بدأوا يضربوا نار ناحية المنصة ويرموا قنابل يدوية، وبدأ اللي موجودين في المنصة يهربوا، وراح خالد واللي معاه يتأكدوا إن السادات مات ولا لأ. ومن بعدها تم القبض عليهم كلهم وتحولوا للمحاكمة العسكرية، وبعدها تعدم خالد والباقي خدوا أحكام واتحطوا في السجون. بعد فترة من هدوء القضية حاول كتير من المحللين يدوروا على أسباب حقيقية وجذرية لقتل السادات، ولقوا من خلال اعترافات الإسلامبولي إنه دافع العملية إن السادات أهان العلماء وشتمهم وعمل معاهدة سلام مع إسرائيل، وكمان حبس عدد كبير من العلماء والتيارات الإسلامية والمثقفين، وده ساعد في نمو التيارات ونشاطها بشكل كبير خصوصاً في بداية حكمه. واللي أكد ده برضه إن السادات قال في خطابه في مجلس النواب قبل موته بمدة قليلة إن هو غلطان لما خرج الإسلاميين من السجون بعد ثورة التصحيح، وإن كان من الضروري إن هم يفضلوا في السجون، وإن تصرف جمال عبد الناصر معاهم كان صح. بعد إعدام الإسلامبولي اتسمى شارع في إيران على اسمه، وفي سنة 2004 في باكستان اعتبروا خالد الإسلامبولي رمز ملهم ليهم، وخصوصاً في الجماعات الإسلامية المسلحة، وكان في كتيبة إسلامية مسلحة باسم كتائب الإسلامبولي، والكتائب دي نفذت عمليات كتير ضد الحكومة هناك. وكمان في الشيشان اتكونت برضو كتائب باسم كتائب الإسلامبولي، ودي كانت بتجاهد ضد السوفييت. وكانت قصة الإسلامبولي والجماعة بداية لعصر ظهور التيارات الإسلامية المتطرفة زي الجهاد الإسلامي وداعش وتنظيم الدولة. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تكتبوا لنا آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات، وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.